يجي الطاجين ديال البطاطا مشرمله مع الدجاج، كيجي روعه روعه روعه. بطاطا مشرمله غادا تعجبكم بزاف على طريقتي. يلا اجي ندوزو الطريقه ديال هاد الطاجين هذا. الطريقه ديال هاد الطاجين هذا، الدجاج على قدر المستطاع كل واحد. انا عندي قطع ديال الدجاج كتعملي، غسلتها بالحامض وسكينجبير وضعتها في الطاجين، ودرت فيها قليل من نص كاس فيه شويه زيت الزيتون والزيت العاديه، قليته شويه متقلع، عاد درت عليه الكزبر والمعدنوس والعطريه. الا قليتي العطريه في الاول كتحرق لك، يعني ما غتستافديش منها حسب النسمه ديالها، ومع واحد شويه ديال الماء باش ما يتحرقش ليا. دابا غير غيتقلى مزيان، غنضيف عليه الماء سخون وغنضيف عليه البطاطا. بعد ما نقيت البطاطا كيف شفتوا، ها هي غير بطاطا صغيره، الكبيره راه كنقطعها على جوج. هنا عندي القزبر ومعدنوس والثومه والبزار، كذلك عندي فلفل احمر، عندي الخرقوم، عندي زعتر. غادي نصبهم هنا على البطاطا. كذلك غنضيف عليهم قليل من زيت الزيتون، شفتوا، وغادي نخلط. هذا غنضيفهم في الطاجين. انا كان عزيز عليا نشرمل البطاطا، خصوصا الا كانت البطاطا صغيره، باش كتاخذ داك اللذه ديال العطريه وكتجي فيها حتى السمه زوينه. شوفوا من كتشرملوا البطاطا، شوفوا كيفاش كتجي. قلت لكم راه كتاخذ حقها في العطريه وفي كل شيء، في الثومه وفي الربيع في زيت الزيتون، يعني كتجي روعه. لما تشرملوها بحال هكا غادا نهزوها ونوضعوها في الطاجين، كتجي مشرمله فنه 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 فنه، ومع الزعتر يعني غادي يجي الطاجين روعه. بعد ما شرملت البطاطا، داك الشرموله اللي باقي عندي ديال الثوم والقزبر ومعدنوس، وضفت عليها كذلك زيت الزيتون ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر والابزار قليل وزعتر، يعني باش كتجي فيها ديك النسمه ديال الزعتر. وخلطت مزيان ووضعتها هي في الطاجين. كيجي الطاجين روعه، احسن من نبداو نحطوه مثلا او تحطي طبسيل، ولا يعني الا طيبتي حتى في الكوكوط وبديتي كتحطي بطاطا بيضاء. هي دابا الان مشرمله فنه فارح بالزعتر زيت الزيتون، كتجي روعه. كنزينو بزيت الزيتون، وكذلك كنزيدو بقطعه الحامض وتخليه 10 دقائق حتى 15 دقيقه. ها هو طاب. ما قلتش لكم العطريه اللي درت في الدجاج. بعد ما قليت الدجاج وحده مع زيت الزيتون والزيت العاديه، ضفت عليه نص كاس ديال الماء، وضفت عليه السكينجبير والخرقوم والابزار كيف شفتوا، وسكينجبير وشويه الزعتر وقليل من الملح. بعد ما تقلى راني كيف شفتوا ضفت الماء سخون، رويت وضفت عليه البطاطا المشرمله. اسمحوا لي والله، الا سمحوا لي ما قلتش لكم العطريه والله. بعد ما خليته البنات، خليته 15 دقيقه، ها هو ما شاء الله، ها هو طالعه منه الريحه ديال زيت الزيتون والزعتر، يعني روعه مع القزبر والمعدنوس والثوم، كيجي فن فن. جربوا الطريقه ديالي، ماشي ضروري تيكون عندنا الدجاج بزاف او حاجه، راه اللي عندنا كنقضيو بها. المهم غير نديروا الحاجه على حقها وطريقها، هادشي اللي كاين. ونتمنى خواتاتي اللي كيشوف الفيديوهات ديالي يدير جيم ودير بارطاج. والله الا راه تزعفت، قلت صافي انا مثلا كتخسري الفلوس وهذا وما كيطلعش لك الفيديو، كتخدميه يعني من القلب ديالك. والله العظيم راه توقفت وقلت صافي غنعاود نرجع ثاني. يلا نتمنى اللي كيشوف الفيديوهات ديالي يكون في احسن حال، وشكرا لكم ومع السلامه.